تحكى عن السيد علي الحسيني يقول: كنت مجاورا في مشهد مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام مع جماعة من المؤمنين، فلما كان اليوم 10 من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتل الحسين عليه السلام، فوردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل الجناح البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان في المجلس رجل يدعي العلم فقال: ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقد. وكثر البحث بيننا وافترقنا عن ذلك المجلس، وهو مصر على العناد في تكذيب الحديث. فنام ذلك الرجل تلك الليلة فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت، وحشر الناس في صعيد صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمة، وقد نصبت الموازين وامتد الصراط ووضع الحساب ونشرت الكتب واسعرت النيران وزخرفت الجنان واشتد الحر عليهم. وإذا هو قد عطش عطشا شديدا وبقي يطلب الماء فلا يجده، فالتفت يمينا وشمالا وإذا هو بحوض عظيم الطول والغراض والعرض. قال: قلت في نفسي: هذا هو الكوثر، فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العذب. وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على الخلائق، ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون حزينين. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا محمد المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا الإمام علي المرتضى، وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء. فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزنين؟ فقيل لي: أليس هذا يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك. قال: فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام وقلت لها: يا بنت رسول الله، إني عطشان. فنظرت إلي نظرة الغاضب المنزعج وقالت لي: أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولد الحسين ومهجة قلبي وقرة عين الشهيد المقتول ظلما وعدوانا. لعن الله قاتلي وظالمي ومانعيه من شرب الماء. قال الرجل: فانتبهت من نومي فزعا مرعوبا واستغفرت الله كثيرا وندمت على ما كان مني، وأتيت إلى أصحابي الذين معهم خبرت برؤياي وتبت إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله.